دلوقتي هنشوف فيديو جديد بنتعلم فيه خاصية جديدة من خواص اللي ضيفها ديسكفري للفيديوهات اللي موجودة كمحتوى تعليمي بيستخدمه المدرس أو المتعلم، سواء كان في البيت أو أونلاين أو في أي مكان بيتوصل فيه بالإنترنت أو داخل حجرة الدراسة اللي هي الفصل. الأول عايزين نعرف يعني إيه تاجز. التاجز اللي هي العلامات، وفايدتها إيه؟ فايدتها ان هي بيجيب لك كل الروابط اللي هي خاصه بالفيديو اللي انت بتشوفه، او اللي الفيديو ده ممكن يستخدمها فيها، او الحاجات اللي لها علاقه بالحاجه اللي انت عايز تستخدمها جوه الحصه الدراسيه بتاعتك كمعلم او كطالب. لو انت بتتكلم على موضوع معين بيجيب لك الحاجات الشبيهه بيه. فتعال نشوف، هنشغل فيديو كده. يتشاركها مع رفاقه. يريد أن يحصل كل منهم على 5 قطع. 4 تفاحات خضراء هنلاقي فيه تحت كده زائد برتقالة واحدة يساوي، هنلاقي فيه علامة اهي، علامات. لو دوسنا عليها هيودينا على الحاجات اللي تشبه الموضوع ده، الموضوع اللي فيه الفيديو يعني. لما نبص دلوقتي بعد ما دوسنا على العلامة اللي مكتوب عليها بداية الحساب، هنبص فوق كده 5 الموارد من أجل بداية الحساب. لقد وجدنا اكتشاف الرياضيات مستوى المبتدئ، الحساب، التجميع والتفكيك. دي كل الفيديوهات اللي مرتبطة بالفيديو اللي أنا كنت بتفرج عليه. أهو ممكن نستخدم أي واحد فيهم بمنتهى البساطة بإن أنا بدوس عليه كده فبيشتغل. أنا هستخدمه إزاي؟ هيرجع ليا كمعلم هستخدمه مع انهي صف دراسي، او الطالب هيستخدمه في ايه بالظبط، وهو بيتعلق بالموضوع ايه. هيشوف المناسب ليه من الفيديوهات دي وهيشغله. لما نفتح الفيديو ده هنلاقي تحتيه علامات تانية مرتبطه برضو بالموضوع. ادي الفيديو اهو، ادي التعليق اللي عليه، وادي العلامات اللي عليه اهو. لو انا دوست عليها برضو بنوصل لها زي العلامات دي. اللي انا بدوس عليها هي بتبقى اكتف لما الكرسور بتاع الماوس بيروح عليها كده. طب هي فايدتها ايه العلامات دهيت؟ فايدتها ان بتوفر لي وقتي في البحث. زي فكره التاجز اللي على الفيسبوك. التاج اللي على الفيسبوك، انا لما يكون واحد معين انا كان بيسالني على حاجه معينه، وانا اتفرجت على فيديو او على صوره او على وات ايفر حاجه الشخص ده انا عارف ان هو مهتم بيها، فبعمل له تاج فيها، فبذكره فيها عشان اعرفه ان انت الحاجه دي تهمك. فهو عامل لي ده اوريدي ديسكفري، ودي حاجه عظيمه جدا طبعا. من الحاجات اللي موجوده في المصادر اللي موجوده على ديسكفري اديوكيشن. دلوقتي احنا عرفنا ازاي بنوصل للفيديوهات. بنخش على برضو بعد ما سجلنا طبعا دخول، وبعدين دخلنا على المصادر، ودخلنا على ديسكفري، دخلنا على الليست برودكتس بتاعت الديسكفري. بخش على القسم من الاقسام اللي انا عايزها، بلاقي الفيديوهات، بشغل فيديو وبلاقي تحتيه، حتى ممكن من قبل ما اشغله الاقي تحتيه علامات. ممكن بعد ما اشغله اشوف طب في حاجات مرتبطه بالموضوع تاني، اجيبها منين بقى؟ من العلامات دي، بدل ما ادور تاني فلا اجيب العلامات دي على طول هتوصلني بسرعه. وبكده يبقى عرفنا ازاي الديسكفري بيخدمني وبيوفر لي وقتي ومجهودي، بدل ما ادور في اماكن عديده، لا هو في مكان واحد بلاقي اللي انا عايزه، وحاجات كلها ريليتد للموضوع. ودي فايده عظيمه جدا، بتوفر لي الوقت والمجهود. وبرضه نرجع ونقول ده متاح لكل المصريين وببلاش من غير اي فلوس. شكرا لكم.